هو إيه لازمة المتحدث الرسمي لنادي الزمالك؟ يعني الأستاذ أحمد سالم الإعلامي المحترم متحدث رسمي لنادي الزمالك، اللي أنا عارفه إن أي حاجة بتتقال عن مجلس الإدارة، قرارات، نقد، تحدث إعلامي، أي هو اللي بيتكلم. لكن كابتن أحمد سليمان 24 ساعة قاعد مع مهيب. بيان نزل بتاع اللي إحنا نلعب ماتش سيراميكا بعديها بكام ساعة كان هناك. يعني كمية جري على القناة غريب. ده أول حاجة. تاني حاجة، امبارح المكالمة بتاعت الأستاذ محمد طارق عضو مجلس الإدارة نص ساعة تقريبا مع فايق، مع إبراهيم فايق. هو أنت بتقول إيه؟ يعني أنا قاعد أنا عايز أطلع بمعلومة أو أطلع بحاجة، أنا مش عارف أطلع بحاجة. أنت بتتكلم بتدافع عن بيراميدز على الأهلي، وأنت مالك؟ يعني أنت طالع بتتكلم مثلا، يعني هو المفروض أنت طالع بتتكلم على أزمة الزمالك مع اتحاد الكورة ومع لجنة الحكام ولجنة المسابقات والكلام ده كله. بتتكلم عن بيراميدز ليه؟ انت ليك حق في حاجه، او انت شايف انت ليك حق في حاجه تتكلم عليها بالادله كده وبالقوانين وبالعقل وبالمنطق وتتكلم فيها، لكن انت بتتكلم على بيراميدز ليه؟ تاني حاجه طالع بتتكلم الحاج ثروت سويلم، انت مش عارف انت بتتكلم على مين؟ هو حاج ولا عميد ولا لواء ولا انت بتتكلم على مين؟ يعني انا مش عارف. شويه وتتطرق احمد شوبير ما بيساندش الزمالك وموقفه مع الاهلي كان حاجه ومع الزمالك حاجه. هو انت لما تيجي تطلع وتنسحب على ماتش الاهلي وتنسحب على ماتش سيراميكا وتيجي تهبط وتروح الفيفا تقول لهم النبي معلش انا اسف والله، بس كابتن احمد شوبير ما وقفش معايا. يعني انت عبيط يعني. انت في ايه يا عم؟ يعني عيب والله الكلام ده، والله عيب عيب. انت المفروض راجل عضو مجلس اداره نادي الزمالك، تتكلم باتزان وتتكلم كلام منطقي، مش تتكلم كلام مشجعين. ده كلام مشجعين كده اللي قاعدين بره كده، لكن واحد في منصب ما ينفعش يتكلم الكلام ده. اخر نقطه، اتكلم ان الاهلي هو اللي كان ليه تدخل او بعض التدخلات من تحت لتحت عشان الزمالك ما لعبش ماتش وينسحب ويريح وياخد 3 بونت والكلام ده كله. ايه المشكله؟ انا كزمالك لو شايف الموقف ده قدامي للاهلي، ايه المشكله ما اعمل كده واضغط على حد ولا اضغط على حاجه؟ بس انت اللي انسحبت. يعني انت اللي قلت انا مش هلعب، عملت دكر وبتاع وانا مش لاعب ومش لاعب تاني ومش لاعب سيراميكا ومش لاعب اي ماتشات تاني. انت اللي عملت دكر وانت اللي انسحبت. هو كان المفروض الاهلي يجي يقول لك والنبي تعالى حبيبي تعالى العب معانا الماتش وبتاع وننجز الماتش وبتاع. وماله يعني؟ مصلحته قام ما يلعبش، مصلحته يريح، مصلحته تبقى منظرك انت وحش، مصلحته ياخد 3 بونت على الجاهز ودفع 100,000 جنيه و 100,000 دولار للحكام ولا 70,000 دولار للحكام. ما يدفع، ما هو ماتشه وهو اللي مكلف الحاجه. مصلحته يبقى منظرك انت وحش وانت مش عايز تيجي. المفروض الاهلي يجي يقول لك تعالوا انا بلعب. يعني أنا مش عارف والله العظيم، فاهم؟ مكالمه غريبه ما فيهاش اي 3 جنيه معلومات.